السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة من قصص ديالنا ديال الرعب المغربية أو بالأحرى بالدارجة المغربية. ما كنتش ناوي نهضر على هاد القصة، ولكن بقات في بالي بزاف. كل ما كنسد عيني كنتفكر داك السي اللي داز وديك القهوة، كنشوفهم جالسين حدايا كيشربوا اتاي وكيدوروا وجههم الكحلين ليا. واحد الليلة كان ماتش كبير ديال الكرة، والمدينة كلها عامرة بالغوات والهايلالا ديال الماتشات كما كنقول. وانا وصحابي قررنا نمشيو لديك القهوة اللي كيقولوا مهجورة وسط ديك المدينة، والناس كيغوتوا لديك القهوة بسمية غريبة وحنا جاتنا عادية، هي قهوة باب الغول. لكن اول ما دخلنا فهمت ان داك المقهى ماشي خاوي، بالعكس كان عامر. مع اول خطوة وسط ديك البلاصة سمعت الضحك ديال الرجال. تلفت وشفت الطابلات كاملين عامرين عادي، ولكن بان ليا ماشي بناس عاديين. كانوا الناس طوال ورقاق ولابسين جلابات بيضين كاملين. حاولت نقول عادي، ولكن والوجوه ديالهم كحلين وعينيهم حمرين هما اللي زادوا اكدوا ليا. كانوا جالسين كيشربوا اتاي بحال شي ناس عاديين، ولكن ما كنقولوا بحال زبناء عاديين. غير الكاس ولا الكيسان اللي كيشربوا فيهم كانوا كيكونوا لاصقين في الطبلة، ومرة كنشوفوهم بحال طايرين في السما. وقيلا كنتوهم، وقيلا هادشي اللي كنا كنقولو. ولكن في واحد شويه كان داكشي كيتحرك بزاف، ولينا مرعدين ما كنعرفو ما نقولو بيناتنا، ولينا كنتمتمو، والحيطان بحال كتنفس، والكراسي كتزعزع بلا ما يقيسها شي واحد واخا يكونوا خاويين. وانا وقفت بصدوم، وصحابي تجمدوا حدايا ما كيهضروش. وواحد فيهم تلفت لينا وبدا كيضحك وقال لي مرحبا بك، تعطلتي على الماتش بدا وانت تعطلتي. انا بديت كنتمتم وما قدرتش نجاوب. الصوت ديالو كان كيضرب في ودني بحال المطرقه، ثقيل ومشقق كيرعب. والماتش بدا كيبان على واحد الشاشه قديمه كتمعلقه في الحيط. واخا القهوه ما فيها لا ضو لا والو، ما فيها حتى شي حاجه، ولكن الماتش كان كيبان. ولكن داكشي اللي في الشاشه ما كانش ماتش ديال البشر. كانوا كيبان لك الناس لابسين الكحل هما ماشي ناس، بحال شي لاعبين كيجريو وسط التيران مظلم. بحال قلتي غازو خضر، لا غازو كحل. والكرة عبارة عن جمجمة كتدحرج في التراب. تم تجمدت انا، بقيت غير كنشوف مصدوم. كيلعبوا بجمجمة الخوت، والجمهور كيصفق. هما نفسهم اللي جالسين في القهوة جالسين في التيران كيبانوا تما. كل واحد فيهم كان كيدق على ديك الكاس اللي في الطابلة بحال شي طبل، وكيضحكوا وشوية كيسكتوا. الرعب. صحابي بداو كيغوتوا، هما اللي زادوا كملوا عليا. يونس كيقول بغينا نخرجوا، خليونا نمشيو. ليلى كتعيط وكتغطي ودنيها وكتغوت، وكامل اللي جا باش يتفرج تصدم، ما قدرش يتحرك. واحد من الجنات كان طويل بزاف كيسد الضو كامل ديال الشمس كما كنقولوا، جا لعندي وقال انت غادي تكمل معنا، انت هو الضيف الرئيسي ديالنا اليوم، ولا الضيف الجديد. مد يديه وكان بحال الجمر، وقرب وبغى يقيسني. وفجأة كلشي ولا كيهيج، كلشي ولا بحال العافية. طابلات، الكيسان، ولا الضحك، والغواش بالجهد، والحيوطة بحال شي حاجة حمرا، بحال قلتي الدم كيهبط منهم، بحال قلتي هادشي كدوب، بحال مبغاش يدخل لينا لراسنا. وداك الجنون بداو كيتحركوا وسط الظلام
وكيدورو بينا بحال شي قاطع ديال الدياب. انا حسيت برجلي صافي بحال شي واحد شد بالسناسل، بحال شي واحد شدني ومبغاش يطلقني. عييت من نتحرك باش نحاول نتحرك والو. والتلفازة نفس المشهد كيتعاود فيها، الماتش ديالهم والجمهور كيصفق ما كيحبش. وفاش فقت من داك الشي ديالي، ديك الغيبوبة ديالي وديك الدوخة ديالي، لقيت راسي برا في الزنقة خاوية، ما لقيتش صحابي حدايا، والقهوة كان مسدود بحال ما دخلناش ليه اصلا. ولكن فودني باقي كيطنن داك الصوت ديال التصفيق والصوت ديالهم، بحال مازال انا في داك الماتش ديالهم اللي ما كيساليش. وكل مرة كنمشي نقرب من داك الزنقة نشوف الضوء ديال ديك القهوة من الداخل، والطابلات عامرين بيهم بطبيعة الحال، يشربوا اتاي وكيصيفطوا لي نظرات حمراء وسط الظلام. وانا داك الساعة دورت وجهي ومشيت، ما درتش ورايا، كملت طريقي. هذه هي غتكون النهاية. نتمنى منكم اللي ما دايرش ابوني ديرها، وديروا لايك لهذا الفيديو، وشكرا على المتابعة، والى اللقاء.